اهي الحلويات اهو اهو. مش انتوا عايزين سبح وعمالين تقولوا لي عايزين سبح عايزين سبح؟ طيب ايه رايكم ان احنا هنعمل سبحه؟ هي مطلوبه مني، حد طالب مني الاوردر ده وانا معرفتش اقول لها لا في وسط الزحمه بتاعه فوانيس رمضان. والنهارده هنزل لكم اصلا طريقه لعمل الفانوس حلوه جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ازاي طريقه السبحه الحلوه جدا دي. هو حد هيجيبها لخطيبته بمناسبه كمان عيد الحب بالمره. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي السبحه القمر دي. يلا بينا. احنا بنعمل كل جديد، مفيش حد بيعمل جديد غيرنا احنا وبس. همسك كده اهي خيط. تمام. انا مش هقصه دلوقتي خالص، انا هسيبه لان كده كده السبحه يعني مش كبيره قوي. تمام. احنا هنعملها 33. انا هخش معاكم على طول في الموضوع بدل ايه ما هنفضل نتكلم كده كتير. يلا بينا. انا هاخد بونبونيه بعديها. هو اللي عايزها كده يا جماعه، يعني هو اللي طالبها كده، وانا بعمل على حسب ما هو طالبها. تمام. يلا بينا نشوف هتتعمل ازاي. بصوا انا بحط اهو، بصوا 1 2 3 4 5 ادي 6. لا احنا هنا حطينا اصفر فهنا هنشكل 6. ادي 7 8 تمام 9 اهو شايفين الجمال. 10 ادي 11 واحدة. تعالى نعدهم تاني مع بعض ونشوفهم 11 ولا لا، لان دي سبحة لازم تبقى مظبوطة جدا. يلا بينا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلعوا 10. نحط واحدة كمان بقوا 11 اهم. تمام. انا هحط الشواهد بتاعتي، اللولي ده الكريستال قصدي ده اهو كده. تمام اهو الكريستال. انا اسفه طبعا انها اتهزت. تمام. يلا بينا. انا هحط اللي في النص ال11 اللي في النص ورد من ده كده. يلا بينا. ادي 1 2 3 اهو بصوا. ادي 4 5 6. بصوا احنا ممكن نخلي اللي في النص صفرة كده مثلا كده اهو كده. نرجع نحط كده اهو، خليها باينة قدامكم. ماشي. يلا بينا. دي 1 2 3 4. هنعدل في الاخر اهو. 4 وادي 5. يبقى كده دول 11 واحدة اهم زي ما انتم شايفينها كده. تمام اهي على جمالها وحلاوتها وصاحبها اللي عايزها كده ملناش دعوة. وادي كمان واحدة من دي كريستال. تمام. يلا بينا نحط الكريستال ده كمان واحدة. 11 واحدة من دي. ادي 1 نخليها الاول اصفر زي اختها هناك. ادي 1 ادي 2 3 4. خليها هي 4. تمام 4 ادي 5 6 ادي 7 اهو 7. شايفين الجمال. 8 9. عايزين واحدة مختلفة. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اجيب لكم واحدة تانية مختلفة. 9 وادي
10 11. مفيش بونبوني مختلف عندي اكتر من كده، فاحنا ممكن نحط ادي. لا عندنا اهي واحدة، ادي 10 11. ادي 10. بصوا هنا ايه هتبقى ايه مثلا 2 4 6 8 10. شايفين 10 ازاي اهم. طيب احنا عايزينها تبقى شبه بعضيها، هنعمل ايه؟ هنقص كده، هبتدي اخلي دول كمان هنا شبه بعضيهم اهو. هبتدي الله والله العظيم حلو قوي البونبوني دي. انا مش عارفه ليه هو طلب الورد هنا، انا كنت شايفه ان البونبوني كله حلو جدا ومميز، بس هو حابب كده. انا مش عارفه هو ايه يعني، هو ايه فكرته، بس انا ما عنديش طبعا مشكله. كلاينت هو حابب كده. 2 4 6 8 10. هنخليها هنا 11 والناحيه التانية كمان 11، واحنا مش بننفذ غير اوردر العميل وبس، اللي بيقول عليه احنا بننفذه له. بقوا هنا 2 4 6 8 10 11. 2 4 6 8 10 11. وطبعا دول 11. طبعا هو عاوزها لها عشان هي هتبقى هديه لخطيبته، تمام، عشان رمضان، وهو حابب انها تكون سبحتها طول الوقت في البيت. انا شايفاها بجد هي حلوه جدا يعني. انا مش معترضه انها تبقى كبيره كده، لان انا سبحتي بحبها كبيره كده يعني في كل الاوقات. وبعدين دي هديه، ويعني كل واحد بيختار هديه زي ما حاببها. تمام اهي تمام. يلا بينا. هنيجي هنا بقى كده هنقص كده، تمام. هندخل دي كده في النص اهي، هناخد الاتنين طرفين دخلناهم اهو في النص كده بالشكل ده. شايفين؟ المفروض نبقى سايبين لها براح، هيبقى فيها طبعا براح حلو جدا، تمام. وهبتدي ان انا اجيب الاستوبر بتاعي، ادخل الاول الغطا بتاع الاستوبر. هاتوا كده نقص ده عشان نخليهم قصاد بعض اهو. غطا الاستوبر اهو. طبعا انتوا عارفين هو قد ايه ضيق جدا الناس اللي اهو. احنا كنا خلصنا، انا دخلت غطا الاستوبر تمام، ودخلت الاستوبر بتاعي كمان اهو. وهو غطا الاستوبر انا دخلته بالشكل ده، تمام، عشان مطولش عليكم الفيديو يعني اهو كده. طبعا هي بيبقى فيها براح اساسا، تمام، مع ان احنا كل شويه بنسبح يعني ربنا يا رب يهدي الجميع وكلنا نبقى كده. وهبتدي ان انا اعمل كده اهو. رجعت الغطا ورا وسبت يعني مساحه صغيره ان تروح وتيجي معايا. وادي الناحيه التانية اهو دخلتها وقفلتها. انا حطيت 2 مش واحده اهي، تمام. هبتدي ان انا اقص بقى الزياده دي اهو كده، قصيتها. وهبتدي ان انا اقفل عليها. طبعا انا عايزه ده كده ادخله عدل هبتدي اقفل الغطا ده اهو كده بالشكل ده. قفلته. اقفل 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 اهو. وهتك شويه هنا اهو بالشكل ده. بس كده لا، انا هاجي هعمل كده وهاجي هنا اعدي الحلقه دي اهي كده، شايفين؟ وهحط الوردية دي برضو كلها من اختيار الكلاينت يا جماعة، مش من اختياري اي حاجة. هو حاببها كده، احنا اخترنا كل حاجة مع بعض على الخاص، وهو كان حابب كل الافكار اللي احنا عملناها دي، بلس ان هو اداني افكار جديدة خالص تاني اقدر اشتغل بيها. قولولي كده ايه رأيكم؟ هي دي السبحة اللي العميل طالبها لخطيبته، وبصوا في نفس الوقت هتبقى جميلة. بصي دي اهو، بسم الله بسم الله بسم الله. بصي جميلة ازاي وحلوة جدا سلسة، هتبقى حلوة، هتخليكي حتى تحبي التسبيح بجد. ايه رأيكم؟ قولولي اكتبولي في الكومنت ايه رأيكم في السبحة الجميلة قوي المميزة دي، اللي هي فكرتها اصلا لسه محدش عملها غيرنا. وان شاء الله رمضان يكون كريم عليكم وسعيد عليكم كلكم بأمر الله. اكتبولي في الكومنتات، هستناكم وقولولي ايه رأيكم.